السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. طبعا ان شاء الله رمضان خلاص على الابواب، كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبألف خير وتنعاد عليكم الايام بصحة وسلامة يا رب. هنبتدي ان شاء الله واحدة واحدة كده في تفريز الخضار بتاعنا وكمان الفاكهة والعصاير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البسلة والجزر والقلقاس بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقة التحضير. انا عندي هنا اول حاجة 3 كيلو من البسلة، بس ايه انا مفصصاهم كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل. تمام، وعندي قلقاسية وعندي كمان كيلو من الجزر. انا هفرز الخضار بتاعي النهارده وهشيله ان شاء الله في التلاجة، وان شاء الله هتجربيه وهتمشي على الطريقة دي ان شاء الله هيبقى معاكي زي الفل، وهيقعد معاكي في الفريزر حتى لو سنة ويمكن اكتر كمان. اول حاجة عندي الجزر هنا انا غسلاه طبعا غسلة حلوة قوي، وهبتدي ان انا اقشره كله تمام، وهقسمه كده على نصين. الجزء الاولاني هاخده اعمله كده مكعبات صغيرة واحطه على البسلة، والجزء التاني هابشره واشيله في اكياس هينفع معاكي. ممكن تعمليه على عصاج، ممكن تعمليه في رز مثلا بالخضار او حاجة، هينفع لاستعمالات كتير. ممكن تاخدي كمان منه على السلطة. عايزة أقول لِك على حاجة، إن الميزة في التفريزات بتاعتنا دي إن هي بتسهّل عليكِ وقتِك ومجهودِك، وقت ما تحبي الحاجة هتكون موجودة عندِك في التلاجة، وكمان إن شاء الله رمضان داخل علينا في أيام الدراسة طبعًا، فمش هيبقى في وقت، فكده كل ما هتبقي مجهّزة حاجتِك في الفريزر هتبقى العمايل بتاعتها سهلة، أيًا كان سواء هتعملي بسلة، هتعملي قلقاس، هتعملي أي حاجة تشيليها في التلاجة هتسهّل معاكِ الوقت والمجهود. طبعًا أنا البسلة بتاعتي أخدتها كده إيه، هاغسلها وأصفّيها من المَيّة بتاعتها وابتدي إن أنا أحُط عليها الجزر بتاعي. هنا غسلتها وحطيت طبق كده تحتيها عشان أشيلها من غير مَيّة، تمام، لازم تكون متصفية من المَيّة بتاعتها. وأنا حطيت بقى الجزر اللي أنا قطّعته كده مكعبات، وابتديت إن أنا أقلّب البسلة بتاعتي بالجزر، وكده هتبقى جاهزة معاكِ على الأكل على طول. تعالي بقى للجزء التاني اللي احنا شايلينه من الجزر، هنبتدي ان احنا ايه نبشره. قدامك طريقتين، ممكن تبشريه بالمبشرة العادية اللي موجودة في كل مطبخ، ولو عندك كمان الكبة فيها سلاح اللي هو البشر هيبقى احسن وهيوفر معاكي ايه مجهودك. طبعا هبتدي بقى ان انا اخد الجزر واحدة واحدة كده ابشره. وزي ما قلت لك لو مش متوفرة عندك الكبة ممكن تبشريه بالمبشرة العادية. صدقيني كل الحاجة ما بتبقى جاهزة عندِك في التلاجة بتبقى موفّرة معاكِ ومش بتضيّع وقتِك وبتبقى جاهزة قدّامِك لأي استعمال. أنا كده بشرت الجزر بتاعي وكمان البسلة بتاعتي خلاص، هابتدي بقى أجيب الأكياس بتاعة التلاجة وأعبّي بقى إيه، الجزر بتاعي والبسلة. أنا الجزر بتاعي هنا يعني مقدار كده إيه نُص كيلو، قسمته كده على نُصّين، وحاولي وأنتِ بتحطّي في الأكياس ما تكتّريش الكمية، عشان لمّا تيجي تطلّعي الكيس وتاخدي منه يبقى سهل بالنسبة لِك. بس أهم حاجة وأنتِ بتعبّي في الأكياس لازم تطلّعي الهوا كلّه من الأكياس، عشان الخضار بتاعِك ما يبُص في التلاجة، تمام؟ يعني بُصّي أنا باعبّي في الكيس وباضغط على الجزر كده أو على الكيس كده أطلّع كل الهوا اللي موجود جوّه. طريقة التفريز بسيطة وسهلة جدًا، بس بجد النتيجة بتاعتها حلوة، وكمان بعد كده بتبقى أحلى وأحلى، بتوفّر معاكِ كتير، وبتبقى الحاجة جاهزة عندِك في التلاجة على الاستعمال. أنا كده خلاص الجزر بتاعي المبشور كده خلاص كيّسته. تعالي بقى للبسلة بتاعتِك، طبعًا على قد بقى الكمية اللي أنتِ محتاجاها أو على قد الأكلة اللي أنتِ بتعمليها. أنا هنا ال3 كيلو بسلة عملوا معايا 4 أكياس. عشان ما اضطرش إن أنا أفتح مثلًا كيس وآخد منه لأ، الحاجة لمّا بنطلّعها من التلاجة ونسيبها تفُك ممكن تبوظ معاكِ، لكن كده أكلة بأكلة كده أحسن. طبعًا كل واحد عارف مقدار الأكل بتاعه. وعايزة أقول لِك على حاجة كمان، لو أنتِ تحبي تشيلي الجزر لوحده المكعبات لوحده والبسلة لوحدها ممكن برضه تشيليها، أنا ساعات باعمله كده وساعات باعمله كده.
وساعات كمان باشيل البسلة بالجزر لوحدها، وباعمل حبة بسلة كده في أكياس لوحدها من غير جزر ولا أي حاجة، عشان لو عوزت كمية زيادة ممكن آخد بقى من الكيس اللي ما فيهوش جزر. تمام؟ أنا كده خلصت بقى البسلة والجزر. تعالي بقى للقلقاسة والشغل بتاعها وطريقة التفريز بتاعتها. هابتدي أول حاجة إن أنا أقطّع كده الجزء اللي فوق واللي تحت من القلقاسة، لإن الجزء اللي تحت ده بيبقى ناشف وخشن. نبتدي بقى إن إحنا نقسمها نُصّين، ونبتدي إن إحنا كمان نقطّعها كده شرايح. حاولي إن هي تبقى الشرايح بتاعتِك مقاس بعضها، عشان تبقى المكعبات بتاعتِك في الآخر حجمها كده إيه متساوي. هتبتدي بقى إن أنتِ تشيلي القشرة اللي على الوش. والطريقة بتاعة القلقاس دي يا جماعة أنا مش باغيّرها بجد، دي أنا معتمداها على طول، بافرّزها وبيبقى في منتهى الجمال، وبيقعد معايا من السنة للسنة، وفي التسوية بتاعته بيطلع زي الزبدة. هنا طبعًا بعد ما أخلّص قشّرت القلقاس، هابتدي بقى إن أنا أقطّعه إيه مكعبات. حاولي زي ما قُلت لِك تخلّي المكعبات بتاعتِك كلّها على قد ما تقدري تبقى مقاس واحد، عشان في التسوية ما يبقاش واحدة مستوية وواحدة لأ. لو المكعبات فيها صغير وكبير هتلاقي الصغير بيستوي قبل الكبير طبعًا. بُصّي، أنا باحاول على قد ما باقدر إن أنا باخلّي المكعبات بتاعتي كلّها حجم واحد. عشان كده باقول لِك لمّا تيجي تقطّعيه حاولي في التقطيعة بتاعتِك تبقى كده إيه، توسّطي كده الحلقات بتاعتِك. أنا هنا بقى القلقاس بتاعي أنا ما أعرفش أشيله من غير ما أغسله. في ناس كتير بتشيل القلقاس أو بتخزّنه من غير ما تغسله، لكن أنا عمري ما جرّبته صراحة. أنا اتعوّدت إن أنا أغسل القلقاس وأغسله غسلة حلوة أوي، أوي، أوي. ساعات كمان باعصر عليه ليمونة وأسيبه لمدة ساعة كده لغاية ما ينزّل المخاط اللي فيه. تمام؟ طبعًا كل واحد وطريقته، لكن أنا الطريقة دي أنا ما باغيّرهاش. أبتدي إن أنا أغسل القلقاس بتاعي حلو أوي، أوي، لغاية ما القلقاس بتاعِك تحسّي إن هو كده بيزيّق في إيديكِ، والمَيّة بتاعته بتبقى رايقة. ودي طريقتي يا جماعة المُعتمداها دايمًا، واللي أنا اتربيت واتعودت عليها. بُصّي، أنا باغيّر المَيّة كذا مرّة، يعني أغسل وأغيّر المَيّة، أغسل وأغيّر المَيّة. طبعًا بعد ما بتخلّصيه بقى بتعبّيه على طول في الأكياس، ما ينفعش تسيبيه. القلقاس لو سِبتيه شوية بتلاقيه برضه ينزّل المخاط اللي فيه. لأ، لازم بعد ما تغسليه تعبّي على طول في الأكياس. أنا ساعات لمّا باكون عاملة كمية كبيرة وآجي أعبّي، باحس إن الجزء الأخير بيبقى إيه، طلّع مخاط تاني، فباروح آخداه الحبّة الأخرانيين دُولة آخداهم وغاسلاهم تاني في المَيّة. وهي دي الطريقة اللي أنا باعتمدها في الخضار بتاعي، البسلة والجزر والقلقاس. وإن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية هننزّل حاجات كتير للعصاير، وكمان للفاكهة، وكمان بقية الخضار. أتمنى الوصفة تعجبكم، وأتمنى طريقتي في التفريز تعجبكم. وفي طريقة تانية للبسلة، إن أنتِ بتسخّني حلة كده فيها مَيّة، وتنزلي بمعلقة من الكربونات ومعلقة من السكر. أول ما تبتدي تغلي، تنزلي بالبسلة وتشيليها على طول، وبعد كده تسيبيها تبرد وتعبّيها في الأكياس. دي الطريقة التانية للبسلة. تمام. لكن أنا حبيت النهارده أعملها بطريقة بسيطة اللي هي ممكن أي حد يعملها، بس النتيجة بتاعة الخضار بتاعتي مضمونة. أتمنى الطريقة تعجبكم.